في شخصيات كرتونية كانت بتضحكنا واحنا صغيرين، لكن لما كبرنا وبدأنا نحلل اللي كنا بنتفرج عليه اكتشفنا ان ورا الضحك ده حاجات ابعد بكتير، ومستحيل نتكلم عن الشخصيات دي من غير ما نذكر مستر سلطة، الراجل البخيل صاحب مطعم سلطة برجر. لكن هل هو مجرد شخصية طماعة ولا في اسرار مرعبة مستخبية ورا وشه المبتسم؟ تعالوا نبدأ بأول نظرية، وهي نظرية السر الأكبر، مكونات سلطة برجر. ناس كتير بدأت تلاحظ ان محدش في المسلسل يعرف فعلا مكونات السلطة برجر. ليه مستر سلطة بيخبي الوصفة حتى عن أقرب الناس ليه؟ النظرية بتقول إن مكون البرجر الأساسي هو لحم السلطعون، بمعنى أصح مستر سلطة بيطبخ من بني جنسه. النظرية دي جاية من ملاحظة مهمة، هو فين كل السلطعونات التانيين في قاع الهامور؟ ليه مستر سلطة هو الوحيد؟ طب فين أهله؟ فين أصحابه؟ ده حتى ما عندوش زباين من نفس نوعه، هل ممكن يكون خلص عليهم بنفسه وحولهم لوجبات بيبيعها؟ نظرية سوداوية، لكن اللي جاي أخطر. ندخل على النظرية التانية، مستر سلطة سفاح البحر الحقيقي. في حلقة اسمها كرابي كرونيكل، سبونج بوب بيشتغل فيها كصحفي ومستعد يكتب أي خبر غريب عشان يكسب قروش، لكن المريب ان مستر سلطة بيطلب منه ينشر اخبار كاذبه عن اهل المدينه عشان يبيع الجريده. هو ده دليل صغير على انه ممكن يضحي باي حاجه او اي حد عشان الفلوس. النظريه بتقول ان مستر سلطة مش بس بيحب المال، ده ممكن يكون بيقتل عشان المال، وبيغطي على جرايمه بهدوءه وبساطه اسلوبه. وايه اللي يمنعه؟ ده حتى الشرطه في قاع الهامور شكلهم مش قادرين يفرقوا بين مجرم وجراده. نروح على النظريه الثالثه، مستر سلطة كان جندي حرب مجنون. في اكتر من اشاره في المسلسل بتوضح ان مستر سلطة كان في الجيش، خصوصا انه دايما بيستخدم مصطلحات عسكريه وبيتصرف بقسوة غير مبررة. النظرية دي بتقول إنه كان جندي في حرب بحرية حصلت زمان، لكنه خرج منها مش زي ما دخل. التجارب القاسية اللي مر بيها خلت تفكيره يتغير وما بقاش عنده رحمة، وده بيوضح ليه بيستغل سبونج بوب وبسيط، وليه دايما بيحاول يتحكم في كل حاجة حواليه. الراجل فقد إنسانيته خلاص. النظرية الرابعة هتدمر طفولتك أكتر، مستر سلطة الأب المتخلي. كلنا شفنا لولو بنت مستر سلطة، أو زي ما المفروض تكون، بس لحظة، لولو مش من نفس نوعه، هي حوت وهو سلطة. هل هو فعلا والدها؟ النظرية بتقول إن بيرل مش بنته البيولوجية، لكنها بنت حوت تاني. مستر سلطة استغل موت أهلها واتبناها عشان يظهر بمظهر الطيب، أو يمكن أسوأ من كده، يمكن يكون هو السبب في موتهم أصلا. وده بيبرر إحساس لولو بالغرابة في معظم الحلقات، دايما حاسة إنها مش في مكانها. آخر وأخطر نظرية، مستر سلطة والمثلث البحري المفقود. في حلقة نادرة بيتكلم فيها مستر سلطة عن جزيرة محدش يروحها لأن اللي بيروح مش بيرجع. النظرية بتقول إن مستر سلطة عنده علاقة بالمكان ده وبيستخدمه لإخفاء أي دليل على جرائمه، يمكن يكون بيرمي فيه جثث أو حتى بيخبي فيه سر مكونات البرجر. والمرعب بقى إن محدش يقدر يثبت حاجة، لأن المكان ده نفسه شبه أسطورة داخل عالم قاع الهامور. وفي النهاية مستر سلطة ممكن يكون مجرد شخصية كرتونية طماعة بنضحك عليها زمان، لكن لما نربط الأحداث ونغوص في التفاصيل هنكتشف إن وراء الوجه المبتسم فيه عقل مظلم بيخبي أسرار تقلب طفولتنا رأسا على عقب. فكر تاني قبل ما تضحك على مشهد لمستر سلطة، لأن الحقيقة أحيانا بتكون أبشع من الخيال.